السلام عليكم ومرحبا بكم. الوصفة تاع اليوم هي سوفلي بالسلق والبيشاميل. وصفة بسيطة، شوفوا معنا كيفية التحضير. نجوزو الطريقة. دونك هنايا عندي كاس تاع ما دافي، الكاس العادي تاع 220 مليلتر. ضفت لها مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز ومغرف كبيرة متكونش معمرة تاع سكر. نخلط شوية ونضيف مغرف كبيرة تاع فرينة باش نسرع التفاعل. نخلط جيدا ونغطي عليها لمدة 10 دقائق. بيان سور نخليها تتفاعل في مكان دافي ضروري. وهنا بعد ما جلست 10 دقائق الخميرة تفاعلت كما راكم تشوفوا. نضيف لها ربع كاس تاع زيت، يعني فنجان صغير، ممكن تستعملوا زيت زيتون. وحطيت حبة بيض بجو الغرفة وملعقة صغيرة تاع ملح. كاس معمر تاع فرينة، هذا الكاس الاول. نضيف معها شوية تاع خميرة كيميائية ونخلط الفرينة على حساب النوعية. انا هنا خدات لي 3 كيسان. هذا الكاس الاول خلطته جيدا. نضيف معاكم الكاس الثاني. هنا درت معها شويه عكري باش تمد لي لون شباب، يعني سوفلي يجي لونه رائع، يجي محمر. دونك هنا كما راكم تشوفوا خلط جيدا. مازال ناقص الفرينه. نضيف الكاس الثالث بالتدريج حتى تتلم معايا. انا هنا كنت قادره نحطها في البيتخا مباشره، مي حبيتكم تشوفوا كيفاش يكون القوام تاعها. الفرينه حطوه بالتدريج، تقدر تدي لكم من 2 كيسان ونص حتى 3 كيسان وربع على حساب النوعيه. انا كما كنت قلت خدالي 3 كيسان سوا. نعجنها مليح حوالي 5 دقائق حتى تولي ما تلصقش بهذه الطريقه. هنا مباشره نحطها في الوعاء اللي نخليه يختمر فيه. نرشو بشويه فرينه، نغطي عليها ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم تاعها، يعني على حسب الجو. وهنايا في مقلاة نوجد لافارس اللي نعمر بها السوفلي. دونك انا كما شفتوا حطيت مغرف كبيره تاع زبده، ضفت لها حبه متوسطه تاع بصل كنت قطعتها مربعات صغيره، رشه تاع ملح ورشه تاع فلفل الكحل فقط. هذا مكان. نغلق عليها النار تكون متوسطه ريحه قليله ونخلي البصل يتكرمل. هذا هو الشكل تاعو، يعني حوالي 5 دقائق. في هذه المرحله نضيف ربطه تاع السلق. اللي كنت قطعتها بيان سور غسلته مليح وقطرته، غسلته بالخل، قطرته وقطعته. ونضيفوا البصل. نضيف معها 3 سنات كبار تاع الثوم. نزيد لها زيتون مقطع، مورف صغيره ما تكونش معمره تاع طوماطيش مصبره، وشويه تاع العكري. هذا مكان واش نسحقوه في لافارس. نخلط كلش، نغطي عليها ونخليه تطيب حتى تنشف تماما. عطوها الوقت. تقدروا تضيفوا كذلك رشه خفيفه من السكر، انا ما ضفتهاش، مي تقدروا تضيفوها مع السلق. في المرحله هذه يعني الوقت اللي خليت فيه البصل والسلق يطيبوا، نوجد البيشاميل. هنا حطيت مغرف كبيره تاع زبده، نضيف لها مغرف كبيره تاع فرينه كما راكم تشوفوا بومبي، ونقليهم مليح. النار تكون قليله باش ما يتحرقش معكم. نقلي مليح يعني حوالي دقيقه. حركوا، ما تحبسوش تحرك باش ما تلصقش. ونضيف لها كاس تاع حليب يكون سخون كما راكم تشوفوا. الفرينه تتقلى جيدا مع الزبده. هنا ضفت الكاس تاع الحليب كما شفتوا. ربطه تاع السلق درت معها كاس تاع حليب. وكل ما تضاعفوا الكميه ضاعفوا بقيه المقادير. هذا هو القوام تاع البيشاميل، كميه صغيره فقط. ضروري تكون هكذا عقده باش ما تفتحش معكم في الفور. نضيفها
لافارس تاع السلق والبصل. كيما شفتوا ما حطيتش الملح وفلفل الكحل بيسك جا السلق مالح والفرماج مالح. هنا درت كميه تاع فرomاج، درت الشيدار والموتزاريلا ونخلط تري بيان بهذا الشكل. نطفي عليها ونخليها تبرد تماما. انا هنا كنت نسيت ما ضفتش معها المعدنوس، مي ابري زدتو. معدنوس يكون خضر ما طيبوهش. وهذا هو شكل العجينه بعد ما اختمرت. انا خليتها 40 دقيقه في جو غرفه دافي. نقطع قطع صغيره يعني على حسب الكميات اللي تحبوا. انا العجينه هذه اللي خدمتها معكم خدمت لي 19 حبه تاع سوفلي متوسطين في الحجم. وبالنسبه للفارس كنت خليتها بردت تماما وضفت لها معدنوس خضر. ونبدا نشكل في السوفلي مباشره. نرش شويه فرينه، ضروري تعاونوا روحكم بالفرينه. العجينه هذه خفيفه وطريه. انا هنا استعملت هاد لومبورت بيس، ما تقدروا تخدموهم غير بيديكم. كما شفتوا درت شويه فروماج اختياري، ممكن تستغناو عليه بس حطيت ديجا في لافارس. ونضيف لافارس ونغلق عليها. هذا هو الشكل تاعو. ونستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه. وهنا بعد ما كملت الحبات تاع السوفلي ندهنهم بصفار حبه بيض. كون ضفت لها شويه تاع الخل. دهنهم جيدا. بيان سور الفرن راهو شاعل من قبل، لازم يكون سخون درجة حرارة 180. تشعلوا عليه من التحت فقط. كي تشوفوهم تحمروا زيدوا شعلوا من الفوق هكا باش نعطيهم الوقت يطيبوا. اختياري انا ضفت زيتون، وكاين اللي حطيت لهم فقط الجلجلان، لكم الاختيار ديروا اللي عندكم. وممكن تكتفيوا فقط بالجلجلان، كممكن ديروا سينوج، المهم كما تحبوا. وهنا بعد ما طابوا خليتهم 25 دقيقة محمرين من الفوق ومن التحت. يعني اللون تاعهم يجي رائع. العكري اللي ضفته عطاه اللون رائع لسوفلي. هنا نقسم معاكم حبة راهي سخونة، يجي روعة، يجي طري وممتون فيه قرمشة. بإذن الله تجربوه، هنا مازالو سخون. أكيد إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. وهنايا بعد ما بردوا حطيتهم. نقسم معاكم حبة باش تشوفوهم كي يبردوا راح يطراو شوية. هذا هو الشكل تاع السوفلي بعد ما بردوا تماما، يعني حوالي 30 دقيقة بعد ما طابوا. يجوا بنان والشكل تاعهم يعني شكلا وبنة. بإذن الله تجربوهم، أكيد إن شاء الله راح تنجحوا فيهم. وبهذا نكون كملت معكم الكيفية تاع اليوم. سوفلي بالبشاميل والفرماج من الوصفات الرائعة والخفيفة. وباش يوصلكم كل جديد إن شاء الله ديروا جيم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. سلام.